ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا عارف الغيبه المره دي كانت طويله شويه برضو تاني، بس للاسف يعني الواحد كان عنده فاينل ولسه مخلص من يومين، فالدنيا بقت بيس وان شاء الله هنرجع زي الاول. بس قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا يا ريت تدعمنا بلايك وشير وسبسكرايب، ويلا نبدا. هنتكلم في الفيديو ده عن سبب ان اسعار الرامات بقت جنونيه بالشكل اللي انتم شايفينه اليومين دول. للي ما يعرفش، اسعار الرامات كانت في 2025 كانت مستقره جدا تمام حتى شهر 11 او 12. الدنيا ابتدت تتلعبك وكل حاجه دخلت في بعض، والرام ام 2000 جنيه بقت ب 7000 جنيه، يعني الرام ام $20 بقت ب 100، وحاجات غريبه قوي ومحدش فاهم اصلا ايه السبب في الزياده دي، وليه الرامات بس هي اللي زادت؟ ليه مش كروت الشاشه؟ ليه مش السي بي يوز؟ ليه مش المكونات العامه الهاردوير؟ ليه مش البلاي ستيشن زاد؟ فاهمين؟ فاحنا جايين فيديو النهارده بشرح بسيط جدا في كل حاجه باذن الله، هنشرح لكم ليه الموضوع ده حصل. فيلا بقى كوبايه القهوه المتينه بتاعتك او النسكافيه او الشاي، ويلا نبدا بقى. بصوا يا شباب، عايزكم تحطوا قاعده في السوق الهاردوير عامه، ان اول واهم قاعده بتخلي السعر بيبقى عارف الحاجه عن العادي هو قله الانتاج. يعني ايه؟ يعني دلوقتي في شركه او اتنين او تلات شركات مسيطرين مثلا على سوق الرامات اللي احنا دلوقتي بنتكلم فيه، فطبيعي ان هم يتحكموا بالسعر. وكمان ايه، لو هو عندهم قله انتاج، مثلا بينتجوا مثلا 1000 رام ولا احتاج 1200، فطبيعي جدا ان هم يزودوا من سعر التكلفه والكلام ده كله. فاول واهم سبب في القرف اللي احنا فيه ده كله هو قله الانتاج بتاعت الشركات. ليه؟ لان في 3 4 شركات بالعدد هم اللي بيعملوا الرامات، زي سامسونج، ماكرون. وطبعا هتسالوني شركات زي دي ليه هتحتاج ان هي تقلل الانتاج بتاعها من الرامات طالما هي بتكسب؟ ما لما تقلل الانتاج بتاعها تزود السعر، فبالتالي مثلا لو بتبيع رامه واحده ب $50 هتبيع نفس الرامه دي ب $100 بس مع تقليل انتاجها. فاهمين ليه؟ بسبب ان الرام دي مش متوفره كتير في السوق، مفيش غير 2 3 منها مثلا، وكان زمان بيبقى فيها 10 و20. فاهمين؟ وتاني سبب معانا، على ما اظن انتم ملاحظين الموضوع ده، في نهايه 2025 في فجأة كده من حيث لا نعلم انفجار للطلب. يعني الرامات بقت تطلب بشكل مهول جدا من الاي اي، يعني شركات الاي اي كلها. وفجأة برضو سوق الجيمنج بقى محتاجة اكتر من العادي. ده بسبب ايه؟ بسبب مثلا ان الاي اي عامة يعني بقى في سيرفرات كتير قوي، لدرجة ان هي بقت تحتاج مثلا الاف الجيجا بايتس من الرام. فبتجيب الرام دي منين؟ بتجيبها من الشركات اصلا اللي بتصنع للجيمرز اللي هم اللي زي وزيك كده الرامات. تعال اوضح لكم الموضوع ببساطة. تخيل كده ان شركة سامسونج بتنتج لنا احنا كجيمرز 1000 جيجا رام كل شويه. فجاه كده جه واحد من بره وقال لها انا عايز 700 جيجا وهديكي مثلا فرق سعر 10%. فراحت سامسونج اديها 700 رام للمستخدم اللي هو قال لها ان انا عايز 10%، 300 جيجا رام بقت لينا. لو لاحظتوا هنا 300 جيجا رام ده قليل بالنسبه اللي احنا كنا بناخده. احنا كنا بناخد 1000 زياده، ان ما بقاش فيه متوفر. ليه؟ لان هم 300، فالمخزون بقى قليل، فالسعر طبيعي يبقى عالي. ده كله بسبب سيرفرات الاي اي اللي بقت تستهلك رامات كتير قوي. برضه في سبب خفي انا بحثت عنه شويه، طلع يعني بامانه طلع صح. يعني انت لو لاحظت في 2026 الالعاب دلوقتي بقت بتستهلك رامات كتير قوي. يعني في العاب دلوقتي المينيمم بتاعها بقى 16 جيجا رام، في العاب بقت 32، في حاجات غريبه بقت بتظهر. فاهمين؟ وكده فده اثر. يعني انا ما اظن في 2020 او 2019 كانت الرامات مش واخده حيز اهتمام قوي. يعني انت لو كان معاك 8 جيجا رام انت كده فاجر، فاهمني كده تمام. فالالعاب لما اتطورت وكده الدنيا بقت صعبه شويه، بقت الدنيا يعني من الاخر ايه، لو انت في 2026 مش جايب 16 جيجا رام وعايز تلعب العاب 26 2026، لا هات 16 جيجا رام اقل حاجه، دي اللي انا بنصحه. لكن انت بقى هتلعب العاب 2020 2019 وانت نازل، لا عادي هات 8 جيجا رام هتمشيك برضه. بس الافضل انك تجيب 16. ليه؟ بسبب الخازوق اللي احنا وقعنا فيه ده. هو اي نعم الرامات سعرها هيقل وهقول لكم امتى دلوقتي، بس برضه خلي عندكم احتياط. مثلا جايب 8 لا 8 زياده غصب عنك مش بمزاجك، فاهمني؟ لان كده كده مستقبلا هتحتاج 8 زياده. تالت سبب معانا يعني، والسبب اللي ممكن يبقى كده خاص بمصر بس، ومش عارف ليه هو خاص بمصر بس، مشكله الدولار. الدولار بالنسبه للرامات بالنسبه لنا احنا مفيش رامات اصلا بتتصنع محلي نهائي. الرامات كلها اللي احنا بنجيبها من بره بقى، كروشر، سامسونج، ايا كانت الرامات بتيجي من بره. فده بسعر الدولار. مستحيل مثلا ان احنا نجيب رامات من بره بسعر الجنيه المصري، فده سبب اساسي مخلي الرامات تزيد. كنت عايز اكلمكم في نقطه معينه دلوقتي يا جماعه. بلاحظ هبل وعبط كبير قوي في رامات الدي دي دي ار 4. المفروض يعني الرامات تزيد في الدي دي دي ار 5. ليه؟ لان الاي اي عامه انتليجنت بيستهلك رامات الدي دي دي ار 5 بس، تمام؟ فمستحيل يستهلك الدي دي دي ار 4. ليه؟ لان ميموريتها احدث وكده، اللي هي الدي دي دي ار 5. فانا بلاحظ بقى التجار بتزود 1000، اللي تزود 1000 ونص، كأن الرامات دي شحه. يا جماعه انا اصلا بخش مثلا المولات والاستورات بلاقي الرامات مرميه، وهتلاقي يقول لي مثلا الرامه 6 جيجا ولا 8 جيجا سوري ب 1200 جنيه ولا 1400 جنيه. ليه اجيب رامه 16 جيجا دي دي ار 4 3200 ميجا هرتز ب 3000 جنيه؟
ليه يعني؟ ده انا كنت بجيبها اقسم بالله، انا عامل تجميعه كامله على ما اظن ب 15000 جنيه ولا 20000 جنيه فيها رام 16. يعني انت متخيل؟ فانت تخيل دلوقتي ان انا كنت عامل التجميعه دي والرامات على ما اظن كانت ساعتها ب 1800 جنيه 1600 جنيه، كانت رامات نضيفه قوي، كانت كروشر حاجه كده. فانت عشان تقتنع ان انا ازود 1000 ونص يعني يعتبر ضعف الرام، ضعف سعر الرام، حطها في نفس التجميع مستحيل. عشان كده انا قاطع دلوقتي خالص ان انا انزل تجميع ليه لغايه اما الدنيا تهدى كده والرامات ربنا يصلح حالها. لان انا مش بنزل تجميع ازيد من 30000 او 40000 جنيه، مش بنزل اكتر من كده. ليه؟ لان البادجت فاهمين، انا حرام ان انا احط ازيد من كده. ازيد من كده انت تاجر الاثار وانا مش تاجر اثار. والسبب الاخير في زياده سعر الرام، يعني لو انتوا استنتجتوه من السبب اللي فات، ان هو جشع التجار. في اي دوله في العالم بيحصل الموضوع ده، مش في مصر بس، في ليبيا وفي الاردن وفي العراق، هتلاقي التاجر عنده الحاجه تمام مترميه عنده، هيزود لك فيها مثلا 20 دولار على السعر الرسمي، ويقول لك ده انا جايبها وعامل ومش هي عنده اصلا من زمان. فده جشع التجار. ودايما ده في مصر عامه، يعني ده في مصر خصوصا، يعني مصر بعيدا عن اي دوله تانية، مصر بيبقى فيها جشع التجار في الرام بقى وفي كروت الشاشه وفي كل حاجه. يا جماعه انتوا لو مش عارفين اسعار الشاشات اللي هي السامسونج واي شاشه عامه سمارت 55 بوصه 65 بوصه، المفروض كانت ب 19 ولا ب 20000 ولا 21000، دلوقتي بقت ب 13000. هل مثلا انا عندي سؤال يعني لان انا ما درستش الموضوع، هل مثلا اسعار الشاشات دي قلت في المصنع بتاع سامسونج مثلا؟ اكيد لا. هل مثلا يعني الجمارك عفت من عليها الضرائب؟ اكيد لا. فده ايه؟ ده في الاول في الاخر جشع تجار برضه، انا مش هقول غير كده. ليه يعني؟ ازاي مثلا كارفور تنزل شاشه كانت منزلاها من شهر 11 ب 20000 ولا 21000، فجاه كده تنزلها ب 12000 جنيه و13000 جنيه بدون سبب، 4K بقى فول اتش دي؟ فانت تستغرب فاهمني. اي نعم مستحيل يبقوا بيخسروا برضه. ليه؟ لان الشاشات دي اصلا من سنتين كانت ب 10 و12000 برضه. فانت بقى بتستغرب الحاجات دي. ويعني السوق المصري عامه يا جماعه بيبقى بايظ في الحاجات دي، في الهاردوير عامه او في الاجهزه الكهربائيه ايا كان الجهاز بيبقى خربان. فربنا يعافينا وكده. بالنسبه بقى هل الرامات سعرها يقل والكلام ده، حاليا صعب جدا يعني الصراحه. يعني ممكن على شهر 8 الجاي مثلا، يعني ممكن تكون ربنا اكرم شركه سامسونج مثلا وكذا شركه دخلت. وفي ناس بتقول ان الشركات الصينيه هتصنع رامات. خلي في علمكم يا جماعه اغلب اصلا الرامات اللي بتتصنع في الصين اصلا. يعني رامات سامسونج فيها شركات في الصين اصلا. ده الايفون يا جماعه لو انتم مش ملاحظين خالص، الايفون حاجاته بتتجمع في الصين. فمحدش يخاف من حوار ان الرام في الصين. الحوار ده من كلها رامات، يعني كلها رامات وكلها صنع واحد. هو لازم يبقى في امريكا مثلا ولا في كينجستون ولا في مثلا اتش بي ولا اي كلام علشان تثق في رام؟ ده رام يا جماعه، مش كارت شاشه ولا سي بي يو. ده رام، ده بتتحط في الجهاز فهي مسؤوله بس عن تغذيه الذاكره بس مش اكتر. فحوار انك تجيبها من الصين تجيبها من بتاع، انت كده كده هتجيبها بنص سعرها. يعني انا ما اظن هي هنا ب 3000 جنيه، هناك في الصين اقل من نص سعرها، يعني هتلاقيها ب 1000 جنيه 16 جيجا. فاهمين ليه؟ لان هم عندهم فاضي انتاج، وهم بسم الله ما شاء الله الصين ما خلتش حاجه ما صنعتهاش. يعني تليفونات ماشي، ايفونات ماشي، كل حاجه بتعملها. فيعني لو انت قدامك انك تجيب رام صيني هاتها، وانا لو جبتها باذن الله انا بفكر اجيبها عامه، ابقى اجربها واقول لكم الانطباع بتاعي عنها. عارف الفيديو طول شويتين ثلاثه، بس كان لازم اتكلم بالموضوع ده باستفاضه لان في ناس كتير قوي مش فاهمه حوار الزياده في الرامات وكده تمام. فانا قلت اوضح لكم بشكل كامل بقى. خلي بالكم الزياده دي ممكن تشمل قوي كروت الشاشه مستقبلا والسي بي يو، لان الاي اي عامه بياخد ده كله. هو اللي خلى الاي اي ان هو يسالك الرامات بالطريقه الجشعه دي ان هو كل شويه كان مثلا شات جي بي تي بينزل له تحديث، اللي هو التحديث مثلا 5.2، جيميناي نفس الكلام، بلاك بوكس اي، كل ده بيجي ورا بعضه فاهمني. فكده كده السيرفرات بتعلى، فانت اما السيرفرات بتعلى اكيد يعني الاستهلاك هيعلى، فهيجيبوا رامات زياده. فربنا يعافينا منها على خير. ودي كانت نهايه الفيديو بتاعنا. اللي تدعمنا بايك وشير وسبسكرايب، ويلا بيس.